فرح تبني فقط. انا شلت جوه، هو طفاه، انا كهرباء قدامي طفاه. اي نعم ابو القاعه، ورفعت الكهرباء طفاه مرة ثانية كانت. حريق فرح العراق حريق مفتعل، في ثواني اتحول لفرحهم لمأتم جماعي. حقائق صادمة يكشفها الناجين من الحادث وتورط صاحب القاعة في الواقعة المفجعة، خصوصا انهم لقوا كل البيبان مقفولة بالحديد ما عدا باب واحد بس. وكشف احد مستخدمي الالعاب المفرقعات النارية انها ملهاش علاقة ولا ليها دخل بالموضوع، وكشف كمان الحقيقة ورا اللي حصل. اول ظهور لعريس صاحب الفرح المشؤوم ورقصة الموت، راحوا معازيم رجعوا جثث متفحمة بسبب رقصة العريس والعروسة. دي كانت الرقصة الأخيرة في حياة 200 ضحية من أهل العروسين أو أكتر. حقيقي فجعة مؤلمة اتعرضوا ليها في أحلى يوم في حياتهم، كل ده لأسباب كتير قوي. إن القاعة غير مؤمنة ومجهزة ومبنية من مواد سهلة الاشتعال، وإن القاعة كل منافذها كانت مغلقة في الوقت ده، وده كان سبب رئيسي في اختناق أشخاص كتير، وإن كل الجثث دي ترجع جثث متفحمة، لأن القاعة كانت كبيرة جدا وفيها فوق ال1000 فرد وملهاش غير باب خروج واحد بس. كل ده ايه علاقته بنبوءة عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف بالواقعة المؤلمة دي؟ تعالوا نشوف. حادث مأساوي راح ضحيته المئات وأصيب أكتر من 250 آخرين فجر يوم الأربعاء، بعد أن شهدت إحدى قاعات الأفراح في قضاء الحمدانية شمال شرق محافظة نوى العراقية اندلاع حريق أثناء حفل الزفاف. واتقال إن الألعاب النارية والشموع الأخرى اللي كانت مستخدمة خلال حفل الزفاف في قاعة الهيثم للأفراح ده سبب رئيسي لاندلاع الحريق في اللحظات الأخيرة اللي سبقت الحادث المأساوي لحريق قاعة الزفاف. وده طبعا مجرد ستار لحقائق مستخبية كتير هنعرفها مع بعض. قبل الحريق مرت لحظات هادئة وطبيعية رصدتها كاميرات المعازيم والحاضرين في الحفل من الأصدقاء والأقارب، قبل أن تتسبب الألعاب النارية زي ما هم بيدعوا في انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال ومنخفضة التكلفة، وانهارت خلال دقايق. وهنا في سؤال بيطرح نفسه، حتى لو الألعاب النارية البسيطة دي هي اللي وصلت للسقف وأشعلت النار بالمنظر اللي كلنا شفناه، إيه اللي يخلي الستار اللي في آخر القاعة تبدأ تتحرق من تحت؟ والشخص المنسم على باب القاعة بيمنع الناس تدخل تنقذ باقي قرايبهم، وبيعمل كمان علامة النصر بإيده وكان بيتنطط. الموضوع ابتدى مع رقص العروسين، رقصة السلو، وطبعا زي ما انتم عارفين في أي فرح لازم الألعاب النارية تترص حوالين العريس والعروسة عشان الشو. ومن هنا شرارة واحدة وصلت للسقف في ثواني أنهت الفرح باللي فيه وقطع النار اللي بقت تنزل على المعازيم. كل المعازيم اتصابوا والباقي للأسف متوفي، اللي توفى بسبب الاختناق واللي توفى بسبب الحريق واللي توفى بسبب التدافع والتصادم، لأن الكل كان عاوز ينجي بحياته غير المفقودين حتى الآن. مستشفيات منطقة الحمدانية بالعراق ضجت بالمصابين، والجزء اللي نجي من الواقعة المؤلمة دي في حالة ذهول وصدمة، غير العريس والعروسة في حالة عدم استيعاب إنهم يفقدوا أهلهم كلهم وتنتهي حياتهم قبل ما تبدأ، وكل ده مفتعل مش قضاء وقدر. وده اللي كشفه بعض الناجيين، اللي كان أحد أقارب العرسان إنه أول ما خرج من القاعة حط الأطفال اللي في إيديه في غرفة الإدارة عشان يحميهم، ولقى صاحب القاعة بيطفي أنوار القاعة على الناس، راح هو مشغل الأنوار من تاني. صاحب القاعة ضربه وطفى الأنوار من جديد، وكمان خد هارد تفريغ الكاميرات وهرب عشان محدش يكشف لعبته أو متواطئ مع مين. مش بس بنقاعة قليلة التكاليف وراح مئات الضحايا بسببه، لأ ده كمان متواطئ في الموضوع. ولكن الغريب في الموضوع أكتر، قبلها بأيام ظهرت عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف وقالت اللي هيحصل في الفرح بالملي، واللي أظهر حقيقة إن الفرح مفتعل أحد الأشخاص مستخدمي الألعاب النارية، وقال مستحيل شرار زي ده يحرق القاعة بالمنظر ده، وحط إيده عليه وكمان ورق وكمان كيس نايلون. تفتكروا فعلا شرارة بسيطة زي دي قادرة تولع مكان بالحجم ده، ولا الموضوع مفتعل زي ما بيقولوا؟